سلام غزالات، بتصوبي الشباكية وتتفكري التدليك ديالها والعجينة ديالها تاخد لك الوقت تطيح لك كتيفاتك تتعييك. انا في هذا الفيديو جبت لكم واحد الطريقة اللي سهلة تقدري توجدي بها العجينة ديالك في 10 دقائق. وكيف ما شفتوا الشكل ديالها راه تيجي هشيش ومعلك. خطيرة هاد الشباكية. ندوزو للمقادير. غنحتاجو فيها كاس ديال اللوز، 2 كيسان ديال السنجلان، عندي بيضه، 2 كيسان ما عمرينش ديال الزيت، كاس ما عمرش ديال الماء فيه ضمه ديال البنه وزعفران شعره، كاس ما عمرش ديال الخل الابيض. غنستعملوا 450 غرام ديال الزبده، عندي الملحه، عندي مسكه حره، خميره معشنه، خماره فئه 7 غرام، عندي 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه و2 معالق كبار ديال القرفه. ما نفوتوهمش. بالنسبه للشنجلان البنات تنحمروه عاد تنطحنوه ويكون مطحون مزيان هو واللوز. غادي ناخذ 2 كيلو ديال الدقيق اللي غربلتها من قبل، عاد نضيف عليها النواشف اللي عندي كاملين ونضيف الزيت فقط. الزبده راه تنخليها تذوب عندي في هذا الاثناء هذا حتى تكون تقريبا نوازيط، ما نخليهاش تولي نوازيط بزاف، غير تقريبا. المهم غادي نخلط الخليط ديالي وندوز نحضرو بالطريقه اللي قلت لكم. وغادي ناخذ الهاشوار، هذه هي الطريقه الانسب والمثلى واللي دغيا تسربيك. ناخذ الهاشوار غادي ندير فيها كميه ديال الدقيق، عاد نضيف الزبده. هنايا الزبده انت قسميها على حساب شحال من ماكينه غادي تستعملي الدقيق. انا استعملت 3 الماكن، قسمت الزبده ديالي على 3. غادي نطحنها حتى تولي عندنا بهذا الشكل هذا مرمله. من بعد غادي نحيدو الخليط. هنايا كملت الطحنه ديالي ديال الدقيق كاملين، نوضعهم في القصريه اللي غادي نعجن فيها. غادي ندير واحد الثقب ونحط فيها بيضه. سواء استعملتي كيلو ديال الدقيق غديري بيضه، استعملتي 2 كيلو ديال الدقيق غديري بيضه. عاد نضيف الخل ونضيف الماء اللي فيه الزعفران و2 كيسان ونص ديال الماء، ما نفوتوهمش، هما اللي تيجمعوا ليا الكميه ديال 2 كيلو. واخا يجيكم البنات العجينه قاصحه وباقي ما تجمعاتش مزيان، نتوما هي تدخلوا الدقيق مع بعضياته حتى ما يبقاش عندنا الدقيق. ما تفوتوهمش. العبار اللي عطيتكم بالتدقيق هو اللي ديروا، راه غتجيكم ان شاء الله الشباكيه من داكشي. وصافي هنايا نكونوا كملنا. يعني العجينه ديالنا راه تنوجدوها 10 دقائق ما كاملاش. بالعمليه كامله اللي تنديرو من الاول ديال نخلطوا الدقيق وندوزوه في العشوار حتى تنعجنوه نجمعوه، ما تاخذ ليناش بزاف الوقت، ما تندلكوه ما حتى شي حاجه. وكيف ما لاحظتوا راه ما دلكتش. وبالنسبه للعبارات راه عندي كاملين عبراهم بالكاس ديال العنبه. انا من بعد ما نجمع العجينه ديالي كيف قلت ما تندلكوهاش، لانها اصلا راه سبقت دلكات ليا بديك الهشوار اللي دوزتها فيها. غادي نجمعها ونغطيها بالسلوفان ونحطها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد ناخذها ونديرها على شكل بودان ونقطعها قطيعات اللي يكونوا صغيورين كيف ما شفتوا. غادي نسرحهم على الطريقه هذه ونطويهم 2 طويات فقط. انتم البنات تبعوا هذه الطريقه راه تجي زوينه. انا هذه اسرع طريقه جاتني وافضل طريقه، بما انه تيكونوا عندي هاد الوقيته هذه الكوموند. وهذه واحد الكوموند خرجتها في نهارها كانت مزروبه، داكشي علاش اضطريت نديرها في الهاشوار. صراحه جات واعره. من بعد ما تنطويها على 2 غادي ندير الكميه اللي عندي كامله نحطها في القصريه عندي. غادي نغطيها حتى هي 10 دقائق ترتاح وندوز نسرحها. تنسرحها على الطول ديال الشباكيه. غنتي غنسرحها في الماكينه ونرجع السمك ديالها راه ما تيكونش غليظ. تنديرها رقيقه شويه، انايا ما تنبغيهاش غليظه. كل وحده ديرها على القياس اللي بغات. غادي ندير فيها 6 ديال الشريطات، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه تنقطع. غادي نستمر تنكمل الكميه اللي عندي كامله ونبدا نشكل فيها. بالنسبه للروتوش البنات ما تيكونش في هذه الشباكيه نهائيا. كيف ما شفتوا هنايا وتنشكلها تنجمعها مزيان من الجنيبات وما تنقطعش دوك الجنيبات، كنخليهم هما. بالنسبه للروتوش البنات راه ما تيكونش عندي دوك شويه اللي تيشيط ليا من الجناب، هاني تنحطوه في وحده اخرى ونحطها ونكمل العمليه ديالي. بالنسبه للشباكيه فاش تندوزها من الماكينه ديالي وتنحطها كيف ما شفتوا راه ما تنقطعش ليها الجناب ديالها نهائيا، ما تنقادهم.
تنجي نيشان تنبدا نشكلها. الا شاط ليا شي طريف تندير كيف النوبه الاولى واحد في وسط واحد ونحطهم. بالنسبه للتشكيل ديال البنات اللي اول مره غادي يديروها، ضروري نحلو دوك الشريطات ما نخليوهمش ملاصقين. وراه الطريقه ديال الطوي ديالها راه ساهله جدا. هنايا عاودتها معكم بالعرض البطيء. تنجمعوا ليها الجنيبات وتنجمعوا دوك الطريفات. الا كانوا كبار بزاف عاد تنقصوا داك شويه. هنايا راه ملي تنكملوا الشباكيه ديالنا تنكملوا العدد اللي عندنا كامل في خطره، ما تيبقاش عندنا شي عجينه اخرى بينا باقي نكملوها. هادشي اللي زوين في هاد الطريقه هادي، ما تتمرتيش ما تتعتبيش، وتقدري تصاوبيها غير بوحدك بلا ما يعاونك حتى شي حد. انا هنايا هاد الكوموند هادي راه صاوبتها بوحدي ما عاوني فيها حتى شي حد، والحمد لله وجدتها لمولاتها وجاتها غزاله معلكه من داكشي. هنا الشباكيه ديالي شفتو كي تتجي مفينيه، واخا ما تنفينيش ليها الجناب راه اصلا في الشكل ديالها تتجي مفينيه، ملي تطيب تتجي مفينيه. غادي ندوز للقلي، غادي ندير الزيت ديالي حتى تسخن. من بعد ما تسخن غادي نقص عليها البوطه مزيان ونحط الشباكيه ديالي طيب على خاطرها. غادي ندورها من تحمر ليا من التحت للجنب الاخر باش حتى هو يتحمر. وهنايا راه الطياب ديالها تياخذ ليا البنات، تياخذ ليا قسمين حتى لربع ساعه على حسب، لانه البوطه دايرها مهيله تطيب على خاطرها. وداكشي اللي تنحط في العسل تيشرب ليا العسل على خاطره. المهم انايا راه تنطيبها على خاطرها وتنقدي شغلاتي الاخرين. بالنسبه للون ديالها ما تخليوش يفوت هذا القياس هذا، حيت مازال مع السخونيه من تحيديها تزيد تعطي اللون اكثر، ومني تطفيها في العسل تعطي لون اغمق. انا من بعد صافي ما تشربات ديال العسل غادي نحطها في الكسكاس تسقطر، ونكمل الكميه ديالي ديال الشباكيه. هنا تبارك الله 2 كيلو راه خرجت ليا كميه كبيره. العبارات ما عبرتش بالكيلو، هنا السيده بغات تسطل صوبت ليها السطل وصافي. والشكل النهائي ديالها ها هو. الغزالات ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ليا جيم. ورمضان مبارك.